طابت أوقاتكم وكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. استثمار فوق 35 مليار نقطة لتوسيع خدمات الاتصالات. الجالية الإريترية في بلجيكا تحتفل بالذكرى 35 للاستقلال. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. تفشي جديد لفيروس الإيبولا في الكونغو وتسجيل 65 وفاة. انتهاء محادثات مجموعة بريكس دون إصدار بيان مشترك. الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات بمجالي الدفاع والنفط. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن استثمارات ضخمة تجاوزت 35 مليار نقطة نفذت في قطاع الاتصالات خلال الفترة من العام 1991 حتى العام 2026 بهدف توسيع التغطية الجغرافية لخدمات الهاتف والإنترنت وتعزيز البنى التحتية للاتصالات في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح وزير النقل والاتصالات السيد تسباسيلاس برهاني في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن المشاريع المنفذة شملت استبدال معدات شبكات الهاتف الثابتة القديمة بأخرى حديثة، وإنشاء خطوط أرضية جديدة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول، إلى جانب تركيب 184 برج اتصالات وما يرتبط بها من تجهيزات وبنى تحتية، فضلا عن إدخال خدمات الإنترنت والعمل على توسيعها بصورة مستمرة. وأشار الوزير إلى تنفيذ شبكات هاتف أرضي جديدة في مدينتي قردات وعدخالة واستبدال الشبكات القديمة في مدينة عصب، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتحديث مماثلة في مدن دكم حري وكران ومصوع وتسني وعدغية، وكذلك في معسكر القوات البحرية. كما تم في مدينة أسمرة إنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي يقارب 73 كيلومترا، شملت مناطق أخرياع، عداق حموس، حزحاز، مهرمجرة ووسط المدينة. وفيما يتعلق بخدمات الهاتف المحمول، أكد الوزير أن التغطية الجغرافية بلغت 90% بفضل الاستثمارات المنفذة، مشيرا إلى استمرار العمل لإدخال تقنيات حديثة تواكب متطلبات البلاد وتدعم خدمات الاتصالات الوطنية والدولية. وأضاف أن سرعة خدمات الإنترنت التي بدأت في العام 2001 بنصف ميجاوات ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية إلى 1536 ميجاوات مع إدخال خدمات الجيل الرابع. كما أوضح أن مشروع توفير خدمات الإنترنت عبر الواي فاي في المناطق النائية خارج المدن والبلدات وصل إلى مراحله النهائية. وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة البنى التحتية المطلوبة لتركيب أبراج الاتصالات، إضافة إلى الطبيعة شبه الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، مسمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الكوادر الفنية والشباب المتخصصين لتحقيق الإنجازات الحالية. احتفلت الجالية الإريترية في بلجيكا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. خلال الاحتفال الذي يقيم يوم 9 من مايو في بروكسل، أكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها السيد جرماي جبريهوت في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الاستقلال الذي تحقق ويصان بفضل التضحيات الجسيمة يتطلب مواصلة العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية، مشددا على أهمية تقوية التنظيمات الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية بما يساهم في تعزيز دور الجالية وإسهاماتها الوطنية. من جانبه، نقل السكرتير الأول في سفارة إريتريا ببلجيكا السيد ميكيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري وقوات دفاعه بمناسبة عيد الاستقلال، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى مشاركة المواطنين المقيمين في الخارج ولا سيما التنظيمات الوطنية في دعم مرحلة التنمية التي تشهدها البلاد. وشهد الاحتفال حضورا واسعا من أبناء الجالية بمختلف فئاتهم العمرية، كما تخللت فقرات فنية وناشيد وطنية عكست روح المناسبة وأضافت على الاحتفال طابعا وطنيا مميزا. أعلن مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخدمات التعليمية في الإقليم وصلت إلى 93% على مستوى إدارات الضواحي بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال.
وحول انتشار المدارس قبل الاستقلال قال أن عدد المدارس كان يقتصر على القرى الواقعة على طول طريق مصوعة أسمارها باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية. وأوضح أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 28 قبل الاستقلال إلى 684 حاليا. وذكر بأن هذا الرقم بالإضافة إلى رياض الأطفال التي تم افتتاحها حديثا قد ارتفع إلى 849. وقال الأستاذ رشيد أنه تم بذل جهود جادة لضمان الوصول إلى التعليم في جميع إدارات الضواحي من خلال إدخال برامج عريض في المناطق التي يبطنها الرحل، وإرساء مدارس بالداخلية في نقفة ومدارس شبه داخلية في دوحة. وأشار إلى أن الجهود المتواصلة لضمان حصول جميع المناطق المتبقية والبالغة 7% من إجمالي إدارة الضواحي على التعليم. توجد في إقليم شمال البحر الأحمر 103 إدارات ضواحي في 10 مديريات. أعلنت وزارة الزراعة أنها بذلت جهود كبيرة لضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وأوضحت ازدياد عدد المؤسسات التي تضمن سلامة وكفاءة المنتجات الزراعية في مصانع المعالجة من نحو 7 في السنوات الأولى للاستقلال إلى أكثر من 75 مؤسسة. وذكر تعزيز نقاط الحجر الصحي عند نقاط الدخول والخروج مثل مطار أسمر الدولي وموانئ مصوع وعصب وتنسني من حيث القوى العاملة والمعدات والتحكم في المنتجات الزراعية التي تدخل وتخرج من البلاد ونقلها مصحوبة بالنماذج والشهادات الصحية المطلوبة. في غضون ذلك ازداد إنتاج محاصيل المختارة من 700 كنتال إلى 6000 كنتال سنويا في السنوات 12 الماضية. بالإضافة إلى ذلك تم التخلص من أكثر من 360 طنا من المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية والمخزنة منذ العصور الاستعمارية بإرساله إلى الخارج للتخلص منها وفق المعايير الدولية، وذلك بعد عملية الجمع التي جرت من العام 2007 إلى العام 2017. وأفادت الوزارة التخلص من 46 طنا من الأدوية واللقاحات البيطرية التالفة والمنتهية الصلاحية بطريقة موحدة في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح قسم الخدمات التشريعية والرقابية في الوزارة تنفيذ أعمال مصحوبة بالتقانة للتخلص بأمان من المبيدات الحشرية في أكثر من 6500 حاوية. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس فميكيل ندوة لمنتسبات مختلف وحدات وزارة الدفاع تناولت خلالها دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية الوطنية. وخلال الندوة التي أقيمت اليوم 15 من مايو في قاعة معسكر دندن بأسمر، أوضحت السيدة تخا أن الجبهة الشعبية أولت أهمية كبيرة لترسيخ مبدأ المساواة عبر العمل والتنظيم والتوعية، الأمر الذي أسهم في تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة في الأراضي المحررة خلال نوفمبر من العام 1979. وأشارت إلى أن المرأة حظيت خلال مرحلة الكفاح التحرري بفرص واسعة في مجالات التعليم الأكاديمي والسياسي والمهني، كما مكنها من المشاركة بكفاءة في مختلف ميادين النضال بما في ذلك ساحات القتال، حيث تولت العديد من النساء مواقع قيادية وأدوار بطولية في إدارة المعارك. وأضافت رئيسة الاتحاد أن الحكومة الإريترية عقب الاستقلال عملت على إلغاء القوانين التي كانت تنتقص من حقوق المرأة، إلى جانب تحديث التشريعات بما يرسخ العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوات شكلت امتدادا للقيم التي ترسخت خلال فترة الكفاح الوطني وساهمت في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تمكين المرأة. كما أكدت السيدة تخا أن الاتحاد يواصل توسيع أنشطته التنظيمية داخل البلاد وخارجها بهدف تعزيز المشاركة والإسهام الوطني للمرأة الإريترية، داعية جميع النساء إلى مضاعفة الجهود وتعزيز المشاركة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية. شهدت مديرية غردة خلال الفترة من 23 من إبريل إلى 7 من مايو إجراء انتخابات لمدراء إدارات الضواحي والمسؤولين التنفيذيين في 16 إدارة ضاحية. وأوضح مدير المديرية السيد إسحاق عماي أن هذه الانتخابات تأتي بهدف تجديد الكوادر الإدارية واستبدال من أنهى فترة عملهم، إلى جانب خلق إدارة أكثر فاعلية وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى أن المدراء والمسؤولين التنفيذيين المنتخبين مطالبون بالاطلاع بمسؤوليات الوطنية والإدارية بكفاءة والعمل على تعزيز
التنظيم الشعبي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أكثر سرعة وانتظاما، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن برامج تواصل لتحسين الأداء الإداري وترغيب وتقريب الخدمات من السكان. وجرت الانتخابات في دارات وأندوريب ودكسا على لبناي وأنقرني وعدردي وشلب وقسطا وسليب وحواقو ولات باركاك وكارشملا، إضافة إلى 4 إدارات ضواحي داخل مدينة أغوردات بحسب إفادة مراسل وكالة الأنباء الإرترية. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز 5 نساء بينهن 3 مديريات لإدارات الضواحي و2 مسؤوليات تنفيذيات. قال الدكتور مدهني ماريكوس من جامعة سان دياغو بكاليفورنيا أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية عصرية حققت نتائج عظيمة في مختلف المجالات ويجب العمل بها بجد بالاستفادة من الإيجابيات ومكافحة الأضرار. وشرح الدكتور مدهني في السيمينار الذي عقده في 13 من مايو لموظفي الخدمة المدنية وطلاب تطور الذكاء الاصطناعي على وجوانبه الإيجابية والسلبية ومساهمة الذكاء الاصطناعي في مجال الأكاديمي والخدمة العامة. وقال أن هنالك مواهب ومبادرات في إريتريا ليس لنكون مستهلكين فقط بل أيضا منتجين في المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية. وشدد على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والطب والدفاع والخدمات العامة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جيرماي جوبرو أن السيمينار عقد في الوقت المناسب، ودعا جميع المعنيين للمساهمة في الجهود المبذولة لتشجيع الابتكارات التي تقدم حلولا للمجتمع. وقال رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ ولاي جوبرو أن نقل المعرفة هو انتصار أخلاقي، مضيفا أنه من المهم مواكبة العصر والتطورات الحديثة. وحث الشباب على تحديد اهتماماتهم على المستويين الفردي والوطني وتكثيف جهودهم. قدم الدكتور مدهني ماريكوس حتى الآن تنويرا معرفيا في مجال الذكاء الاصطناعي لما يقارب من 40,000 موظف وطالب في جميع أنحاء البلاد. الأخبار العالمية مع تفاصيل قصيرة. قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم التأكد من تفشي فيروس الإيبولا في إقليم إيطوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت المراكز وهي على هيئة الصحة العامة في إفريقيا في بيان أنها ستعقد اجتماعا طارئا في كونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والالتهاب والتأهب والاستجابة. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا اشتبه في إصابتهم و65 وفاة معظمهم في منطقتي مونغوال ورمبارو الصحيتين، وأن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم. المرض الناتج عن الإصابة بفيروس أوبولا خطير وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بين سوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة والأشخاص الذين توفوا بسبب المرض. فشل وزراء خارجية من دول مجموعة بريكس في إصدار بيان مشترك عقب اجتماع استمر يومين في نيودلهي، ما دفع الهند التي تستضيف القمة للاكتفاء ببيان رسمي كشف عن خلافاتهم. وطالبت طهران مجموعة الاقتصاديات الناشئة بالتنديد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها. وقالت الهند في بيانها ووثيقة نتائج الاجتماع: تباينت وجهات النظر بين بعض الأعضاء بشأن الوضع في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي دون أن يسمي الإمارات بأن أحد أعضاء بريكس عرقل بعض أجزاء البيان. وأفاد بيان الهند بأن أعضاء المجموعة عبروا عن مواقفهم الوطنية وتبادل وجهات النظر متنوعة. قالت وزارة الخارجية الهندية أن الهند والإمارات اتفقتا خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات على إطار شراكة دفاعية استراتيجية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز العلاقات في ظل حرب إيران. وأضافت الوزارة في بيان أن البلدان وقعا أيضا اتفاقيات بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال.
وفي إطار هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية اتفق الجانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والمناورات والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات. وقبيل زيارة مودي أفادت مصادر هندية لرويترز بأن رئيس الوزراء سيناقش على الأرجح اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الطاقة، كما سيسعى للحصول على دعم لتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية لنيودلهي من النفط. في إطار صفقة تبادل أسرى واسعة بين روسيا وأوكرانيا، جرى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تبادل الطرفان 205 أسرى لكل منهم. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تخفيف الجوانب الإنسانية للنزاع. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كلا الجانبين أفرج عن 205 أسير خلال عملية التبادل التي جرت الخميس. ونقل الجنود الروس الذين أفرجت عنهم أوكرانيا إلى بيلاروسيا لتلقي الدعم الطبي والنفسي قبل عودتهم إلى روسيا. ومن المنتظر أن تستكمل المرحلة المقبلة من الصفقة خلال الفترة القادمة وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. عناوين النشرة مرة أخرى: استثمار يفوق 35 مليار نقبة لتوسيع خدمات الاتصالات. الجالية الإريترية في بلجيكا تحتفل بالذكرى 35 للاستقلال. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. تفشي جديد لفيروس الإيبولا في الكونغو وتسجيل 65 وفاة. انتهاء محادثات مجموعة بريكس دون إصدار بيان مشترك. الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات في مجالي الدفاع والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.